فيديو وعلى السريع. السلام عليكم حبايبي من العمر بودكاست، اهلا بيكم معايا. وامبارح وانا بتفرج على ابراهيم فايق، ورغم ان انا بقالي فتره طويله مش بشوف البرنامج ده، لكن يعني دعوات كتير، ناس كتير بتكلمني، الاعلام المصري، الايجيبشن ليك ومتابعته، خاصه لما اتكلمت في الفيديو اللي فات عن منتخب مصر. فللاسف انا فتحت في لقطه مش مظبوطه خالص. فتحت امتى وهم بيتريقوا على خالد الغندور؟ سيد عبد الحفيظ بيتريق على خالد الغندور، بيقول عليه تقيل. احنا بقالنا فترة نعمل دعوات ان الاعلام الرياضي يكون نظيف، يعني يكون حاجة محترمة، حاجة الناس تتكلم عنها بشكل كويس، وعمالين نقول رياضة ثم رياضة ثم رياضة، في الاخر نشوف حاجة زي كده. اتمنى يعني تسامحوني ان ما كنتش بتابع الحاجات دي كتير، لان فعلا فيها حاجات مؤذية، واتمنى كمان ان الناس تنضبط شويه. احنا بقالنا فتره زي ما انتم عارفين بنتكلم وبندعو الناس والشباب ان هم يتفرجوا على الرياضه والبرامج الرياضيه، فاتمنى ان هم ما يشوفوش حاجات زي كده سيئه، ويعني تنمر بلا داعي زي ما خالد الغندور نفسه كتب على صفحته. وهو مش دفاعا عن الاهلي ولا عن زمالك، بس دي شخصيات مهمه جدا بالنسبه لشبابنا ومتابعين كتير جدا سواء للنادي الاهلي او للنادي الزمالك. ظبط الدنيا شويه يا ابراهيم، بلاش الكلام ده، ما كانش فيه داعي ابدا انه يتعرض. اشوفكم على خير، سلام.